بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طولنا عليكم وما شفناكمش، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال يا رب العالمين، نتوما وكامل عائلتكم المحترمة الطيبة. اللهم ارزقنا محبة الناس يا رب العالمين، من أحبه الله أحبه الناس. ونتمنى إن شاء الله في هذه الدنيا اللي هي دار الغرور إن شاء الله نكسبوا محبة الناس وطيبة القلوب يا رب. هذا اللي نتمنى في هذه الدنيا، واللهم حسن الخاتمة. إخواني أخواتي، الإنسان اللي شاد لسانه وخاطئ القيل والقال وتوصل الهدرة من واحد لواحد، يعني يدي ويجيب في هذه الحياة، يعيش هاني، يعيش حياته هاني بدون أي مشاكل. يعني النميمة بصريح العبارة، النميمة أو الكلام في الناس، هذه هي لازم الإنسان يتجنب هذه الصفة الخبيثة أو الصفة التي تؤدي إلى الهلاك. القصة تاعنا اليوم تتكلم على النميمة. قصة هذه واقعية وتوعوية إخواني أخواتي، ولازم الإنسان يتحدى أو يبعد مهما كان الثمن. لازم يبعد على مشاكل الناس وعلى الكلام في الناس وعلى الكلام في أسرار الناس. على بركة الله نبدأ القصة. تقول البنت، نتكلم وكأني هي، قالت لكم: أنا فاطمة من وسط الجزائر، مطلقة بدون أطفال، عايشة في بيت أخي عايشة مع خويا ومتزوج، والزوجة تاعه ما شاء الله زوجة طيبة كريمة، تبغيني نبغيها، محترمتني ومحترمتها، وعايشين في أمان الله. وما نخبيش عليكم، كنت متزوجة في داري وفي دار زوجي، معززة مكرمة، وزوجي يبغيني متلية وصابر معايا، وحتى وإن كنت ما عنديش أطفال. وبين ليلة وضحاها بزلة لسان، أو بالأحرى الكلمة اللي تكون صحيحة بنميمة، بزلة لسان أو نميمة، خربت كل ما بنيته في هذه الدنيا، خربت داري، خنت الثقة تاع الزوج تاعي، وكشفت سر من أسرار عائلته. هذا السر كان عنده تقريبا 20 سنة على حسب ما حكالي هو. وطلقت في نفس الأسبوع اللي خرجت هذا السر تاع عائلته، وهذا كله بسبب الهاتف. نحكي لكم على نفسي ومن بعد ندخل لكم في السر اللي بحت به. كنت ندرس في الثانوية، كانت عندي الأم تاعي الأب تاعي الله يرحمه ويوسع عليهم، كانت عندي أختي صغيرة تقرأ في الابتدائي وأنا نقرأ في الثانوية. وصلت للسنة الثالثة ثانوي، ما تحصلتش على شهادة البكالوريا. كان عندي ولد عمتي يقرأ معايا، زميلي في الثانوية، كي ما ربحتش البكالوريا قعدت في الدار، خطبني ولد عمتي، لكن الأم تاعه ما حبتش، عمتي ما بغاتش، قالت له ما نديش بنت خويا لأن الفاميليا مشي مليح، الزواج تاع الفاميليا يتخلق فيه المشاكل. أنا بغيت، هو بغاني، عمتي ما بغاتش، ما عليناش. تعلمت صنعة الخياطة وشريت الماشينة، رجعت نخيط في الدار، ما شاء الله الخدمة كانت ماشية معايا الله يبارك.
عامي يزيد على عام يزيد على عام، وصلت 35 سنة. تقدم لي خطيب جاي يخطبني واحد مهم، ما تعرفتش عليه انا، تعرف عليه خويا، كان صاحب خويا يصلي معه في المسجد. منا قال لها عندك اختك. يعني وزواجي الاول، راني نتكلمكم زواجي هذا الاول. 35 سنة جاني هاد الخطاب، جابه خويا شاورني، قلت له إلا كان ولد فاميليا معليش، الحمد لله خير فيما اختار الله، نقبل. إذا جا الراجل يخطب، جاب ماه، لا ما جابش ماه، استغفر الله يا ربي، جا يخطب، يعني الأم تاعه متوفية، جا يخطب. شافني شفته، تعاجبنا، تقابلنا وتزوجنا على سنة الله ورسوله. وكنت في غاية السعادة، فرحت راجل مصلي مدين يخدم الخدمة اللي كتبها له الله سبحانه وتعالى. إذا اداني البيت تاعه، عنده سكن خاص، بقيت عايشة في الأمن. الأشهر الأولى كنت في غاية السعادة. اخواتته يبغوني، انا نبغيهم، عايشين هانين. اخواتته كامل في فرنسا ويجوا في العطل يجوا. كانت عندنا واحد المهم فاميلته كانوا باغيين يشروا سكنه. كانت مقابلتنا في السكن اللي سكنني فيه، السكن تاع الزوجة تاعي سكنني فيه، كاين سكنه مقابلته فارغه. هذا فاميلته قال لها اذا شفت كانش ابارتمون ولا زعما قريبه ليك ولا وناس يكونوا جوارين ملاح وصالحين، شوفها لي راني باغي نشري. قال لها الزوج تاعي صحه، كاين ابارتمون مليحه وراني انا جارك الاول فاميلتك، وكاين الجيران اللي حدايا تاني جنبي راهم ما شاء الله ونعم الناس ونعم الجوره. شراها هذاك السيد وعنده الزوجه تاعه. مهم جا وراح له، جا وحدانا، ما شاء الله. في الحق أنا عاونت الزوجة تاعها، عاونتها بكل ما قدرت عليه، يعني ضيفة وجديدة وسكنت جديدة، لازم نقوم بالواجب في سبيل الله، مش في سبيل وجه العبد. عاونتها، قضيت معها، رحبت بيهم، درت لهم العشاء، درت لهم الغداء، تقريبا ولت صديقتي. إذن ولت تدخل عندي وتجي، ومننا تبدأ القصة تاع الدخلي وخرجي عند الناس، والناس يدخلوا عندك يخرجوا. هذيك هي أكبر المشاكل. يعني في التالية اللي يشد رجله واللي يشد لسانه ما يوقعش في المشاكل. بصح تاع ها صحابتي، ها أختي، هنحكي لك، هتحكي لي، هذيك هي أكبر مشاكل في الدنيا، وخاصة عند النساء. الرجال بالك نقولوا شوية، بصح النساء عندنا لسان بزاف طويل. مهم بقات تدخل عندي وتخرج عندي. واحد النهار دارت عرضه لفاميلتها في السكنه تاعها. هي في الحق كي قالت لي رحت عاونتها، خدمت معها، درت كل ما يلزم، وجدتها معها. جاو فاميلتها، كلاو شربوا فرحوا. من وراء العصر كل واحد وراح لداره، بقيت غير انا وياها. غسلنا هذوك الاواني، سيقنا، خملنا، كل شيء خدمناه، جمعنا وقعدنا جالسين ونشربوا في القهوه. مهم هضره تجيب هضره، هضره تجيب هضره. قالت لي راكي تشوفي في هادو الفاميله تاع الزوج تاعي اللي عرضتهم كامل كلاو وشربوا، بصح قالت لي ما يحبونيش. قلت لي كاع ما يبغونيش وانا غير نسمع لها. قلت لها معليش يسابي الله، راكي داك ساكنه وحدك، لا ما بغاوكش ما غاديش يبنوا لك قصر، ولا كرهوك ما غاديش يحفروا لك قبر. انتي درتي الواجب تاعك في وجه الزوجة تاعك، ومن بعد صاي شامي بغدادي، كل واحد وراه باقي في قوله. مهم من بعد قاعد تهضر عليهم، بعد سقساتني قالت لي وانتي سمعت واحد الوقت قالوا باللي الزوجة تاعك الأم تاعه ماتت بالحرق، يعني تحرقت. أنا كي قالت لي هاك تشوكيت، يعني قلت كيفاش هادي عندها الخبر. أنا سكت من مور هداك السؤال وبقيت ساكتة، قاعدة تتلح عليا باش نزيد نحكي لها.
قلت كيفاش انا هذا الخبر قاله لي الزوج تاعي كي تزوجت به، وقال لي راه عنده مده راه قريب 20 سنه. هي من جابت الخبر؟ قلت لها وانا فات في الزوج تاعي حذرني قال لي هذا السر قلتها لك كي تزوجت معك، بصح حذاري ثم حذاري تخرجي هذه الهضره لان راه فيها ارواح. بديت ساكته، ومن بعد كي لحت عليا قلت لها واه، ما بغيتش نخبرها. عاود قاعد تلح عليا حتى بقيت نهضر وحدي. وانا كي بديت نحكي لها هي رفدت الهاتف تاعها وكانها قرات ميساج من عند اختها. قالت لي اختي لازم نكوبي عليها لان لا شدتني في الهضره، ما غاديش تقطع عليا وغادي نطول معاها، لازم نكوبي عليها. هي ما كوبت، ما هضرت مع اختها، ما كان لا ميساج لهم يحزنون. هي دارته في وضع التسجيل، يعني بقات تسجل في هذا الكلام اللي نقول فيه. حتى من بعد انا فقت بها، بقيت نحكي لها على نيتي الخبر اللي قاله لي الزوج تاعي. حكيته لها، قلت لها ان شيخي يعني اب الزوج سمع خبر على زوجته وكأنها تخونها مع شخص آخر. كي جابوا لها الهضرة راح خنقها وقتل هذاك الزوج، هذاك الراجل اللي كان معاها، ودار القرعة تاع الغاز، يعني شعلها في الدار. هذيك الدار كامل انحرقت. ومن بعد عرفوا باللي كي بداو في التحريات، يعني لقاوه هو مول الفعلة، هو اللي حرق الزوجة تاعه مع الراجل اللي كانت معاه، ودخل للحبس حتى اللي مات في السجن. يعني هذا السر غير هو اللي على باله به وخواتاته، وما خرجوش كامل الهضرة. يعني ومن بعد رحلوا من هذيك المدينة اللي كانوا فيها، اللي صرا فيها هذا المشكل. مهم، وهذه كيفاش على بالها باش سقساتني انا، يعني الزوج تاعها فامي ريحه كيما نقولوا ريحه الدم، فاميلت راجلي ريحه الشحمه في الشاقور كيما يقولوا العرب. علاش بقات تشارشي على هذا الخبر؟ يعني سجلت الهاتف والمشكله والكارثه، راحت عطات تسجيل او الهاتف للزوج تاعها وقالت له اسمع. وهذاك الهاتف جابه الزوج تاعها للزوجة تاعي وعطاه له وقال له اسمع، يعني الأب تاعك هو اللي قتل عمتي أو عمة باه، يعني قلت لكم فاميليا. جاب لي الزوج تاعي، جاب لي التليفون وقال لي سمي هذه شكون اللي راهي تهضر. عرفت باللي أنا. قال لي لمي صوالحك وداركم، ما تعرفيني ما نعرفك، حذرتك مي قلت لك هذا السر ما يعرفه حتى واحد. قال لي غير انا واخواتاتي، وانتي روحي حكيتيه لجارتك ما قفلتش حتى العام وسكنت حداك. يعني النميمه، شوفوا اخواتاتي وين توصل. يعني الانسان اللي ما يشدش لسانه وما يتحكمش في لسانه يصرى له مشاكل، خاصة مع هادو الهواتف هادو فتح التسجيلات والتصوير وصوريني ونرسل لك ميساج ونرسل لك اوديو ونرسل لك مقاطع صوتية. يعني هادو أكبر مشاكل. تيقي في الإنسان وتقي في بني آدم، ومن بعد يلعب لك لعبة واعرة. حذري ثم حذري، أنا اللي نوصيكم عليها، لأنه كاين الإنسان يقول لك راني محذر روحي بصح يغلط. لازم الانسان ياخذ الحذر تاعه. ايفيتي كاع تاع صاحبتي، لا ما تهدرش، ما تقولش منا بصح هي في التالي غادي تلعب لك لعبه كبيره، حاجه تاع والو دير لك فيها مشاكل. والهواتف هادو ويامنوا لان الصوت تاعك راه تما، تصويرتك راهي تما بالتاريخ، بالدقيقه، بالثانيه، بالسكوند. هذه هي القصة وما فيها. يعني طلقني وبكيت له، قلت له ما نعاودش وغلطة ودارت لي ولعبت بيا. قال لي لا ما تلعبش بيك، علاه انت ما تعرفيش؟ صاي تلاقينا بالملاحة، صاي نتفارقوا بالملاحة. يعني وانت ما درتيش الملاحة، درتي حاجة عكس الملاحة. انا اللي كنت معاك مليح، حكيت لك على سر العائلة وانت رحتي بوحتي بيه عند الناس.
هذه هي القصة وما فيها تاع الأخت فاطمة من وسط الجزائر. إخواني أخواتي، إن شاء الله القصة تكون فيها عبرة للبنات، خاصة اللي يكونوا صغارات ما يعرفوش. لازم الأمهات تاعهم يوصوهم، يشوفوا لهم الهاتف تاعهم، يقولوا لهم شي غير تجي حبيبتكم وصديقتكم تحكوا لها كل شيء، تبعتي لها ترسلي لها. هذه هي يوقعوا في المشاكل الكبيرة، خاصة اللي يخرج أسرار تاع الدار، أسرار تاع الأسرة. ومع السلامة وتهلاو في رواحكم، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله القصة تكون عجبتكم. مع السلامة.